شباب، صباح الفل عليكم. النهارده هنتكلم عن موضوع مهم جدا جدا جدا، ولو قدرنا نظبطه هنغير علاقتنا بالناس اللي حوالينا وعلاقتنا بنفسنا بنسبة كبيرة جدا جدا جدا، ألا وهو ازاي اوجه نقد لحد قدامي من غير الحد ده ما يتضايق، سواء بقى مراتي، سواء اخويا، سواء مدير في الشغل، او لو انا تيم ليدر بوجه للناس اللي تحتي عامله ازاي. او لو انا مثلا بدي ترينر وشايفه حد بيعمل، او لو انا ترينر وشايفه حد بيعمل حاجه مش مظبوطه فاقول لها ازاي. في كل موقف من مواقف حياتنا بنحتاج النقد اللي احنا، او اللي احنا نوجه نقد للناس اللي حوالينا. طب ليه اقول النقد اصلا؟ لازم اوضح نيتي ان انا ليه اقول النقد اساسا. لان في ناس بتاخد النقد ان هي عايزه تقلل من اللي قدامها بس. ليه تقلل من اللي قدامها بس؟ لان طول ما هي بتقلل من اللي قدامها بتخليه قليل، هي بتكبر، بتبني سعادتها او قيمتها على قيمة الناس اللي قدامها. طول ما اللي قدامه قليل، طول ما اللي قدامي قليل، فأنا بكبر. ده ما اسموش نقد إطلاقا. لكن النقد هدفه إن أنا أوصل معلومة بشكل لطيف. لو قدامي حاول يطبقها تفرق في حياته جدا. طب ازاي نبني بقى النقد او نقول النقد؟ اول حاجة ان احنا نقول حاجة حلوة، وبعدين نقول الكلام اللي احنا عايزينه باسلوب شيك، وبعد كده نقول حاجه حلوه تاني. بمعنى واحده صاحبتي بتسالني ايه رايك في اللبس اللي انا لابساه النهارده، وانا شايفه حاجه مش مظبوطه، لو هي عدلتها هيبقى الموضوع حلو قوي. هقول لها ايه؟ اقول لها والله اللبس اللي انت لابساه النهارده حلو جدا، بس تخيلي معايا لو احنا مثلا غيرنا لون الحجاب اللي انت لابساه او لون الشوز اللي انت لابساه، هيبقى من وجهة نظر هيبقى احلى جدا، بس في المجمل حلو جدا. كده احنا عملنا ايه؟ كده احنا عملنا او بنينا ساندوتش برجر مثلا، فوق عيش، في النص برجر وسلطة، وبعد كده عيش تاني. كده بقى النقد بناء جدا جدا جدا. ولازم نفتكر حاجة كويسة جدا، او حاجة هي موجودة عندنا في القرآن واكيد في الانجيل وفي الكتب السماوية، بس انا معرفش ايه الموجود فهتكلم عن اللي يخصني. الآية اللي بتقول مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وفي حديث فيما معناه، مش فاكر الحديث بالظبط، اللي هو الرسول بيحسنا ان احنا ناكل خيرا او نصمت، لا اما هتقول حاجه حلوه لا اما تسكت. فاول حاجه لازم نظبط نيتنا من النقد، اللي احنا نقول النقد. تاني حاجه نقوله بشكل شيك، ان هو حاجه حلوه، وبعد كده النقد باسلوب حلو، وبعد كده حاجه حلوه تاني. تالت حاجه يكون هدفنا ان احنا نبني الشخص اللي قدامنا ما نهدوش. بس كده، ده كان الفيديو بتاع النهارده، وان شاء الله كل ما افتكر حاجه تفيدكم وتفيدني انا كمان فهقولها لكم تاني. شكرا.